من بين أقوى 10 جيوش على وجه الأرض بقوة مرعبة كاسحة تتفوق على ألمانيا وإسرائيل وأستراليا وإندونيسيا وإسبانيا وكندا وتركيا وأغلب جيوش العالم. قوة مرعبة جعلتها تنال احترام الكبار جميعا. فمن سيجرؤ على الدخول في حرب مع جيش من ضمن أقوى جيوش العالم؟ فروسيا التي يحتل جيشها المرتبة الثانية عالميا تعاني في أوكرانيا وتتلقى هزائما متتالية، بالرغم من أن ترتيب جيش أوكرانيا هو 22 على مستوى العالم. فما بالك بجيش يحتل المرتبة التاسعة؟ إنه الجيش العربي والإفريقي والشرق أوسطي الأقوى في العالم، جيش جمهورية مصر العربية. القوى الجوية. تمتلك مصر أكثر قوة جوية متنوعة في المنطقة كلها، بطائرات ميغا الروسية والرافال الفرنسية وF-16 الأمريكية، بعدد طائرات وصل إلى 1200 طائرة لتهيمن مصر وتحكم سماء الشرق الأوسط كله أكثر من إسرائيل حتى، بل أن مصر تملك ضعفي قوة إسرائيل الجوية بأكثر من 270 مروحية أباتشي قتالية، بالإضافة إلى طائرة كاموفكا 52 الروسية تمسح السماء التي كانت سببا في انتصارات الجيش الروسي في أوكرانيا، بالإضافة إلى 90 مطارا عسكريا موزعين حول كافة أنحاء مصر من الصعيد للدلتا لسيناء. فإن قامت أي حرب في الشرق الأوسط ستكون مصر قادرة على تنفيذ هجوم جوي كاسح على أي عدو مهما كان. القوات البحرية. في دولة تطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، لم تنس أبدا مصر قواتها البحرية القادرة على اكتساح خصومها. ففي مناورة حسم عام 2020 أظهرت مصر للعالم كله جزءا من قواتها البحرية المخيفة. بل ستتفاجأ حينما نخبرك أن مصر تملك قوات بحرية ضعف إسرائيل 5 مرات، قوات قادرة على إبادة القوات البحرية الإسرائيلية عن بكرة أبيها، حاملات المروحيات العملاقة من طراز مسترال الفرنسية، والتي اشترتها مصر منذ عدة سنوات قليلة، والتي أغضبت أمريكا بشدة من قيام فرنسا ببيعها لمصر. فتعتبر هذه الحاملة أقوى وأفضل حاملة في العالم، أكثر حتى من مثيلتها الروسية والأمريكية، بالإضافة إلى غواصات S-44 الألمانية. وحش البحار المرعب. أحد أقوى وأشرس الغواصات التي عرفها البشر، فألمانيا هي الدولة الأولى في العالم في صناعة الغواصات منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن تخيل أن تستورد مصر من ألمانيا غواصاتها وتقوم بتعديلاتها، ويتفوق جيش مصر على جيش ألمانيا العظمى في القوى العسكرية، بالإضافة إلى سفن وطربدات متطورة بما يقرب من 350 قطعة حربية بحرية كاسحة، محصنة بكل أنواع الصواريخ المدمرة مثل منظومة صواريخ هاربون الأمريكية، فصاروخ منها قادر على تدمير سفينة ضخمة مثل هذه السفينة التي شاطرها لنصفين، بل إن عدة صواريخ قليلة منها قادرة على تدمير ميناء كامل وتحويله لبقعة من الجحيم، ويصل مداه إلى 230 كيلومتر. القوات البرية. إن بحثت على جوجل ستجد تدريبات منذ سنوات عديدة تجمع القوات البرية للجيشان الأمريكي والمصري، فمصر تملك أحد وأخطر القوات البرية في العالم كله، والذي يحتل المرتبة الخامسة خلف روسيا وأمريكا وكوريا الشمالية والصين، وهي القوة الأخطر في المنطقة وقادرة على اكتساح إسرائيل في أقل من ساعة واحدة، ب5,000 دبابة و15,000 مدرعة و1300 مدفعية ذاتية الدفع قادرة على تدمير أي عدو طائر، و4000 مدافع ونواجم صواريخ متنوعة، وجهاز كامل مجهز للحرب الإلكترونية العسكرية. قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، على مساحة 150 فدان،
ب3 قواعد مجتمعة في قاعدة واحدة، برية وجوية وبحرية. تحمي القاعدة حدود مصر الجنوبية من أي خطر ممكن، بمطارات عسكرية ومدينة وميناء ضخم، هي الأكبر والأخطر في إفريقيا. ولا ننسى أن مصر تملك عدد الأفراد الأكبر في الوطن العربي، بأكثر من نصف مليون فرد في الخدمة و7,050,000 جندي احتياطي. والأكثر رعبا أن مصر تملك واحدة من أكثر نسب الشباب في العالم، ففي مصر يوجد أكثر من 40 مليون شخص قادر على خوض الحرب، يمكن تجنيدهم في أي وقت. فالجيش الذي هزم وسحق إسرائيل منذ 50 عام قادر الآن على سحق أي عدو يجرؤ على الاقتراب منه. يا رجال ما بدي بالإجابة، ولا يمحي العار إلا النار اللهابة، إلا بالنار والمدفع والدبابة. أصبح موحوش رجال الصاقة المصرية.